السلام عليكم، سامحوني يا حلوين، صوتي تعبان بس وتعبانه شويه وخدت دور برد. جيت من فتره كده طلبت، لقيت اعلانات كتير عن زبده الشرقيه بيور. بصراحه عجبتني الاعلانات وبرضه كنت خايفه منها ومن سعرها لما اطلبها فطلبتها ونسيت يعني. المهم كلمني المندوب وجابها لي النهارده. انا كنت طالبه منهم زبده، وكنت طالبه منهم برطمان سمنه متسيحه. قلت هجرب الاتنين، طلبت منهم بقري وجاموسي. هنا انا بفتح بقى الجاموسي، بصراحة انا ما كنتش متوقعة خالص يعني. انا اتصدمت منها. اول ما دقتها كزبدة عجبتني، ولقيتها مش بتدهن في البق وما فيهاش نسبة دهون كتيرة، وعجبتني قوي، حسيتها قد ايه هي طبيعية. وطبعا زي ما قلت لكم انا كنت قلقانة من سعرها جدا لاني بجيب السمنة البلدي غالية. وعادة السمنة اللي بجيبها بيقولوا عليها بلدي وبتبقى أرخص. عادة بتبقى بقى مخلطة ومش حلوة وطعمها مش حلو خالص، ومش بتديكي دايما زي السمنة البلدي خالص أو الزبدة البلدي. المهم أنا دقت بقى دي ودي، وفتحت كمان السمنة اللي هم مسيحينها. أنا مش قادرة أقول لكم منظر الترميلة كان عامل ازاي. أنا هنا كنت عايزة مساعدة خارجية وما كانوش عارفين برضه يفتحوا البرطمان. خبطناه شوية كده والمهم اتفتح الحمد لله. ريحتها حلوة قوي. الترميلة اللي في السمنة عجبتني. وبرضو كنت لسه مقلقة وحاسة ان في حاجة غلط، ومصرة ان انا اسيحها بنفسي واشم ريحتها وادوقها بعد ما اتسيحت واشوفها هتتسيح معايا تبقى بالشكل دوت ولا لا. لا، وبدوق السمنه يعني من كتر ما هي عجبتني. انا عايزه اقول لكم انا قاعده عماله اكل في الزبده وعجباني جدا وطعمها حلو قوي. خش بقى اغير عشان أنا كنت لسه طالعه من تحت ونبتدي نسيحها مع بعض. انا هسيح 3 كيلو من السمنه الجاموسي مش البقري. انا فتحتها من النص كده، برضو انا عايزه اتاكد يكون فيها حاجه. يعني برضو عايزه اتاكد منها. عماله افتح واحده واحده كده من النص، لونها حلو قوي وريحتها حلوه قوي. وبرضو عماله اكل فيها. نزلت هنا بقى ال3 كيلو كده عشان يتسيحوا. انا كنت مخليه درجه حراره النار وسط، وبعدين هبتدي بقى اهديها بس تبتدي تسيح معايا. اي حاجه بقى في الاكياس، طبعا السمنه غاليه، اوعي تسيبي حاجه. اوعي تسيبي فتفوته في الاكياس، نزليها كده بالاسباتولا اللي عيالي ما بيحبوهاش دي، وتنزلي كل حته فيها. حطيها في ساندوتش، المهم ما تسيبيش اي حاجه خالص. نزلتها كلها كده ودرجه حراره النار كانت متوسطه. برضو انا كنت خايفه تتحرق، وكمان الحله كانت استانلس يعني. فقعدت اقلب بقى فيها كده، وانا طبعا ايدي فيها رايحه جايه في المطبخ، ايدي فيها. ما تسيبيش السمنه عشان ما تحرقش منك، اول ما تبتدي تفك كده معاكي يعني كل دقيقتين 3 اروح واجي عليها، ما بسيبهاش اكتر من كده. طبعا الكميه مش كبيره فما خدتش معايا وقت طويل. هتبتدي بقى تفك خالص. لونها لسه حلو. كميه المرطه اللي خرجتها مش كتير. بصراحة لا، انا عجبتني جدا 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 وهجرب التجربة تاني. فكرة بقى ان قعدوا يقولوا الزبدة بالضمان، هو المندوب مشي يعني على فكرة. انا ما كلمتهوش ولا قلت له حاجة، انا ما كنتش موجودة. انا استلموها وانا مش موجودة. بس بصراحة يعني خفت بقى، قلت ايه ده المندوب مشي وسابها، هتطلع وحشة، هتطلع حاجة. وانا اصلا بقلق منها، ابتدت تفور كده معايا. بس طبعا ما فرتش، ما وقعتش مني. ابتديت بقى انزل بحرارة النار، وزي ما قلت لكم رايحة جاية اقلب فيها. شكلها يبتدي يختلف معاكي، الرغاية تبتدي تقل، السمنة نفسها تبتدي بقى تسيح وتعمل كده، تحس ان هي قطعت. وبعدين هتكمل معاكي، وهنا بقى ريحتها كانت تحفة. ريحتها حلوة جدا. ابتدت بقى تفك كده معايا وتعمل المرطة بتاعتها، والسمنة نفسها خلاص يعني تتحول من زبدة لسمنة. بصراحة كنت حابة ريحتها قوي وحبيت شكلها جدا جدا جدا. ايه الحلاوة دي! بجد والله احنا كنا بنرمي الفلوس في الارض. ايه الحلاوة دي! حلوة قوي قوي قوي. بقى زعلت هنا ان انا بعد ما استخدمتها، زعلت قوي ان انا ما جبتش كمية كبيرة. شايفين لونها بقى عامل ازاي؟ لا، والسمنة باينة ان هي مش مخلطة وريحتها مش وحشة ومش تقيلة وما فيهاش نسبة دهون عالية لا لا، بجد خطيرة. شايفين كمان لون المرطة بتاعتها. انا طبعا وطيت النار، انا مش عايزاها تحروق خالص، هي لسه فاتحة. وهنا اول ما فصلت خالص بالشكل ده، انا فصلت طفيت عليها النور، سبتها تهدى شويه. هنا كنت بغني بقى من حلاوه الزبده اللي انا سيحتها. عايزه اقول لكم طبعا ما هدرتش كتير، البطرمان ده كبير. هي عملت معايا كميه حلوه يعني. انا بصراحه ما طلعتش الميزان، بس بعناية كده كانت تقريبا من 2 كيلو ونص ويمكن اكتر كمان. فهي ما هدرتش معايا خالص، لان البطرمان دوت اكتر من 3 كيلو يعني.
كانت لسه سخنه، البطرمان هيبتدي يفك مني، ابتديت بقى احطه في ميه كده يبرد. شايفين كميه المرده اللي هي طلعتها، كميه قليله جدا على السمنه اللي كنت بجيبها. طعم المرده كان حلو قوي، زودت لها بس رشه ملح لاني ما كنتش حطيت ملح في السمنه. انا سبت البقري بقى زي ما هي زبده، لاني بحب استخدمها كده وفي حلويات وفي حاجات كتير. بجد حلوه قوي قوي قوي، جربوها واستنى رايكم. وده مش اعلان، ولو كانت طلعت وحشه كنت قلت. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ولايك وشير للفيديو، وباي باي.